قالوا لنا زمان ان العجل زينه، ودي بنقولها اما نشوف حد عامل حاجه غريبه او غير مألوفه، واخواتنا البعدة اثبتوا لنا دي في كل حاجه. بس انا هجيبها لك من ناحيه اخواتنا في القطاع بس. يمكن لو فكرنا هم قد ايه تعبوا وحاولوا يعملوا لنفسهم دولة تلمهم وسعيوهم لده بكل الطرق. دول حتى قالوا لاخواتنا يرجعوا، بس اخواتنا هم اللي بيعشقوا المعاناة وبيموتوا في ضيق التنفس. اي والله صح. وشوية وقال لك لا احنا اشترينا الارض. عملوا لك صندوق يهودي سنة 1901 عشان ايه؟ يشتروا الاراضي الفلسطينية عشان تبقى أرض يهودية. ومن هنا بدأوا يهاجروا لهناك لحد ما وصلوا ل40,000 يهودي وقعدوا فيه ومصدقين ده. كل اللي قلته لك ده عقلهم اللي مقتنعين بيه على مستوى عالي قوي قوي، واللي ما يتسموش بيكذبوا على العالم بقالهم أكتر من 75 سنة عشان بس يكونوا فريق يشجعهم في اللي بيعملوه. وده العقل اللي بيفكروا بيه. وأفكارهم الموجودة دلجيتي هي امتداد لفكرة مشروع الصهيوكي. والكذب اللي بيقولوه ده مش بس دلجيتي، ده من زمان قوي 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 قوي، من وقت دخول قيام الدولة بتاعتهم. بدأوا يا ابوي يحكوا كلام معجون بمية الكذب. والله قالوا احنا مضطهدين وقليلين وزعلانين، وان الارض كانت فاضية وقت الوعد المشؤوم، وان القدس من غير ارض وشعب. ده هي تاخدكم. لما جينا لقينا الاراضي كانت صحراء ومحتاجة تعمير، واحنا اللي زرعناها وحصدناها. ويجي لما عملنا مدن وبنينا وشيدنا، شككوا في مكانة المسجد الأقصى عندنا، وخلوا الباحثين اللي عندهم يألفوا كتب عن تشويه المسجد الأقصى. وحتى أجيالهم اللي جات اتحكى لها الكلام المسخ ده بيضحكوا على نفسهم قبل ما يضحكوا على الصغار. خد عندك آخر الأكاذيب. لما هبشوا أرضهم قالوا احنا قلنا لهم يرجعوا، بس هم اللي رفضوا. أصلهم مستمتعين قوي وهم نازحين وبره بيوتهم بيتفسحوا. انما احنا هدفنا الاساسي هو السلام. بس هنعملوا ايه؟ محدش هيحبنا وكده. احنا هنكلم حبايبنا في الامبراطوريات المجاورة تيجي تشوف حل وتدينا حتة من الارض دي. الانجليز مع الصهايكة دول كانوا عاملين زي انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. جم هربانين من اوروبا ومحاربهم، وفي الاخر استنجدوا بيهم عشان يطلعوا عين الناس اللي فتحوا لهم ارضهم. هو ده صديق السوق اللي على حق والله. ولعلمك يا واد عمي، ده دلجيتي برضه هيحصل. التاريخ هيعيد نفسه. عندهم صاحب عظيم من بره اوروبا ظابط لهم الدنيا، بس هيولعوا سوا في الاخر. ولو بقى قلت لك هم ليه هيساعدوهم من زمان، والله هتضحك على الكوميديا السوداء. الصاحب العظيم بيقول لهم انتوا بتفكرونا بشبابنا لما جينا ناخد ارض من شعبها الاصلي زيكم كده بالدم وطلوع الروح برضه. طب اشمعنى ارض اخواتنا؟ هم احتاجوا لنهايه حشمه لقصه الصعبانيات اللي قالوها لنا، وتكون النهايه في ارض ليها مع وجودهم تاريخ زي قصه حائط المبكى، وتكون مقدسه. ما هي ارضهم اللي في التوراه. بعد كل القصص والحكايات اللي عمال اخدك فيها دي، لك ان تتخيل يوم الفلسطيني في بلده عامل ازاي. ويا ترى انهي فلسطيني فيهم؟ اصل كل مكان له ليه قواعد. احنا ناس هتعرف في الاصول، يعني بتوع القطاع احنا معيشينهم في سجن ممنوع عنه وسائل الحياه، محاوطينه وبنحميه مال. والضفه الغربيه احنا عاملين حدود، انما ايه؟ ورجانك ما تخرش الميه، ما تخليش دبانه تعدي للارض حتى لو انت في الاردن ودي ارضك واللي عليها اهلك. خلصانه. احنا عندنا نظام. ولو للناس اللي فضلت من ايام 48 هحكي لك عليهم كمان شويه، فدول انعاشوا عيشه طبيعيه من اكل وشرب ولبس وشغل، فهو كده درجه تانية. بتوع 48 دول هم الناس اللي عانوا من اقتراح اللجنه الرذيله اللي اتعملت سنه 37، واقترح تقسيم الدوله وانها تكون دوله يهوديه ودوله عربيه، تلت يهود وتلتين عرب. الله يكتر خيرهم. مع ان الموضوع مش مستاهل، يعني كان ممكن فندقين يحلوا المشكله، لان عدد اخواتنا كان مليون قصاد عددهم كان 400,000، يعني مش قصه عشان نقسم الدوله. بس هم قالوا المركب اللي ليها رئيسين تغرق، احنا نمشيهم خالص. والحل ان 56% من ارض اخواتنا راحت للصهايقه مش لليهود. 3 مناطق عربيه و3 مناطق يهوديه، والقدس تحت اشراف دولي. في 47 وافقت الامم المتحده على المهزله دي، وفي 48 اتحسبوا علينا دوله، وفي الاخر بيصدروا انهم هم اللي عايزين السلام. سلام عليكم. فعلا العجل زينه، نفسي نسدد. قفل يا واد.